الحد الثالث من شهر باقونة. دايما الحد ده يجي في صوم الرسل، عشان كده الكنيسة النهاردة رتبت إن احنا نقرأ الإنجيل اللي المسيح بيتكلم فيه عن الروح القدس. الإنجيل بيقول جابوا للمسيح مجنون أعمى أخرس به شيطان. لو الشيطان سكن في قلب حد فينا أو في عقله بيحوله للثلاث صفات دول: مجنون أعمى وأخرس. ليه؟ لأن لو سبت الخطية والشهوة تسيطر على قلبي وعقلي، لو سبت الشيطان يخش في فكري ويتحكم في تصرفاتي، هيحولني الإنسان مجنون، إنسان مش عاقل. ليه؟ إحنا إزاي نميز بين العاقل غير عاقل؟ طريقة كلامه، اختياراته، أفكاره، طريقة تصرفاته، مش كده؟ الخاطي إذا الخطية اتحكمت فيه أو ساب الشيطان يتحكم فيه ويدخل جواه، بتلاقوا تصرفاته كأنه إنسان مجنون. أديكم أمثلة. يعني داود مثلا اللي كان عنده 7 زوجات وعنده 8 9 كمان سرار، لما يسيب كل ده ويروح يبص على مرات جاره، هل ده تصرف إنسان عاقل؟ ده تصرف إنسان مجنون. سليمان اللي المسيح نفسه ظهر له 3 4 مرات واداله قوة وحكمة مفيش حد في الدنيا وصل لها، واداله إن يبني الهيكل بتاع ربنا، وهو بيدشن الهيكل المسيح ظهر له نفسه خلاه أعظم ملوك العالم. لما يجي في الآخر يعبد أوثان، يبقى ده مجنون ولا عاقل؟ يهوذا اللي عاش مع المسيح 3 سنين ونص وعمل معجزات باسم المسيح وخرج شياطين باسم المسيح وشاف كل حب وحنية المسيح، لما يروح يبيعه بقرشين 3، ده مجنون ولا عاقل؟ وهكذا. يعني أمثلة كتير في الإنجيل، لكن تورينا يعني إيه الشيطان لو دخل جوه إنسان يحوله من عاقل لمجنون. لما واحد يبقى قدامه طريق الحياة الأبدية ويختار طريق الموت الأبدي، نقول له هو أنت كده عاقل؟ لما واحد يبقى قدامه النور ويختار الضلمة، نقول له هو ده تصرف عقلي؟ لما واحد يخسر إخواته علشان كلمة ولا عشان الفلوس ولا عشان كرامة ويعمل عداوة ويقطع أبوه وأمه وإخواته وأصحابه ويقطع، نقول له هو ده تصرفات عقلين ولا تصرفات مجانين؟ لما راجل ولا ست طول النهار ينكدوا على بعض وينكدوا على عيالهم ويعيشوا البيت في جحيم من غير أسباب، تلاقي كلها أسباب تافهة وتلاكيك. نخش البيت كده نقول لهم هو أنتم متأكدين أنتوا عاقلين؟ دي تصرفات ناس عاقلين. نضيع نفسية ولادنا ومستقبلهم وحياتهم بسبب تلاكيك لبعض، هي دي تصرفات ناس عاقلين؟ فالشيطان لما يخش قلبي أو فكري ويتحكم فيا يحولني من عاقل لمجنون. مجنون وأعمى وأخرس. طب ليه أعمى؟ ما هو اللي ما بيشوفش النور يبقى أعمى، اللي ما بيشوفش الحفر اللي بيحطها له الشيطان في الطريق عشان يقع فيها يتكسر يبقى أعمى، اللي مش عارف يختار بين الصح والغلط يبقى أعمى. وسماها الإنجيل أعمى قصير البصر. كنت فسرتها لكم قبل كده، قلت لكم قصير البصر اللي زي حالتي كده اللي لابس نظارة يشوف القريب وما يشوفش البعيد، فما يشوفش غير تحت رجليه. فالشيطان لو دخل قلبي وعقلي يخليني قصير البصر، يعني مش شايف غير تحت رجلي، اشوف المكسب بالقرشين بتوع النهارده وما اشوفش ان انا ممكن بكره اتسجن او اخسر شغلي او اخسر مستقبلي او سمعتي، مش كده؟ يخليني ابص على المكسب بتاع دلوقتي، يخليني ابص على كرامتي دلوقتي وما اشوفش الخساره اللي ممكن تحصل لي والناس الحلوين اللي ممكن اخسرهم وعيلتي اللي ممكن اخسرها بسبب اني ما استحملتش كلمه او كرامتي وجعتني بسبب كلمه او بسبب موقف. يخليني ابص على الشهوه اللي تحت رجليا وما اشوفش الفضيحه اللي بعدها ولا المشكله اللي بعدها ولا الابديه اللي بتضيع بعدها. كمان الشيطان لما يخش جوه قلب انسان يحوله الاخرس، لانه لسانه بيصمت عن التسبيح، لسانه يصمت عن الصلاه. ممكن يبقى طول النهار لسانه طويل وعمال يتكلم لكن قدام ربنا واخرس. عارفين ازاي؟ احنا بنتكلم طول النهار، مش كده؟ لكن ممكن يجي واحد صاحبك او حبيبك يقول لك ايه، انت فين؟ انا بقالي سنه ما سمعتش صوتك. تقول له ده انا صوتي ما بيفصلش، ده انا الناس كلها سامعه صوتي، لكن بالنسبه لي انا سمعت صوتك من سنه. فاهمين؟ فانت ممكن تبقى طول النهار عمال تتكلم مع كل الناس، لكن بالنسبه لربنا يقول لك يا حبيبي انا ما سمعتش صوتك بقالي 2 3، انت فين؟ انت ما وقفتش اتكلمت معايا بقالك فتره طويله. الشيطان متحكم فيك. الشيطان لما يتحكم فينا يحولنا لمجنون أعمى أخرس. ياما بيوت بتخرب بسبب لحظات جنان. يا ابني ليه عملت كده؟ يا بنتي ايه اللي خلاك لحظة جنان تلاقي
البيت يخرب والسمعة تبوظ والدنيا، واحد يخسر شغله واللي يخسر خدمته واللي يخسر ولاده بسبب لحظات جنون ملهاش معنى، بسبب موقف. عارفين كمان الحاجات اللي بتخلي الإنسان ممكن يبقى مجنون ويفقد عقله؟ الغضب. تلاحظوا كده الواحد يقعد يغلط ويخسر كتير قوي، ونقول له ليه يا حبيبي كده؟ يا ابونا ما كنتش في وعي، يا ابونا الغضب كان عامي عينيا. مش بتسمعوا الكلام ده؟ الغضب كان عامي عينيا، يا ابونا ما كنتش في وعي، ما كنتش دريان انا بقول ايه. يبقى لما سبت شيطان الغضب يتحكم فيك خلاك مجنون لدرجه انك مش دريان انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه. وياما جرايم الانسان يرتكبها في لحظات جنان، لحظات عمى، مش كده؟ غالبيه جرائم القتل مثلا بتتم في لحظات جنان، لحظات عمى. الشيطان يخش يعمل العين والقلب والفكر، يخلي الواحد يتصرف تصرفات ناس مش عقلي. المسيح يجي النهارده بقى بكلمه يخرج الشيطان، فالمجنون الاعمى الاخرس يتحول لانسان عاقل وبيشوف ولسانه طيب. يجي بقى اليهود اللي قاعدين يقولوا له انت ببعل زبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين. كان في ناس وثنيين حوالين بني اسرائيل بيعبدوا اله مسمينه البعل. بعل يعني اله، يعني اقول اللي هي اتحولت بعد كده لكلمه بنقولها دلوقتي على الزوج مثلا او السيد في كلمه بعل. فاليهود عشان يتريقوا على عبادتهم الوثنيه كانوا بيسموه بعل زبوب، يعني اله الذباب او اله الزباله، يعني عشان يتريقوا على الامم الوثنيه اللي كانت. فتخيلوا المسيح بكلمه الامر يخرج شيطان من انسان مجنون اعمى اخرس فيعقل ويشوف ولسانه يتكلم. اللي واقفين بدل ما يمجدوه ويعرفوا ان هو ده الاله اللي بكلمه يقدر يخرج الشياطين، يقولوا له ايه؟ ده انت جواك بعل زبور، انت جواك اله الزباله، يعني عشان كده عرفت تعمل كده. لاحظوا بقى المسيح عمل ايه. لو واحد فينا اتشتم الشتيمه دي ممكن يردها 10، مش كده؟ المسيح بمنتهى العقل راح قال لهم ايه؟ قال لهم طب افترضوا ان انا جوايا شيطان، هل في شيطان يعرف يخرج شيطان؟ طب ولو الشيطان خرج شيطان يبقى مملكته انقسمت على ذاتها، تبقى مملكته هتخرب. وبعدين هو في حد يقدر يخش بيت القوي ويربطه وينهب امتعته الا لو كان هو اقوى منه؟ فمين المسيح عايز يقول لهم ايه؟ المسيح ما ردش الشتيمه بشتيمه، ما ردش الغضب بغضب، ما ردش الاهانه باهانه، لكن رد بايه؟ بالعقل. حد مثلا يقول لك ايه؟ انت حرامي، انت مش امين، انت انسان مش كذا، بدل بقى ما تقول له انت وانت، رد بالعقل زي المسيح ما رد كده. طب لو انا جوايا شيطان، في شيطان يقدر يخرج شيطان؟ طب لو انا ضعيف كنت قدرت على القوي اللي جوه الراجل ده اللي من قوته خلاه مجنون اعمى اخرس، ده انا بكلمه خرجته، يبقى مين الاقوى؟ لو انا شيطان زيه ما كنتش هبقى اقوى منه، ما اعرفش اخرجه. فالمسيح رد بمنتهى العقل، لا تنرفز ولا هنهم ولا زعق لهم ولا رد لهم الشتيمه، بمنتهى العقل قال لهم محدش يقدر يخش بيت القوي ويربطه وياخد امتعته، ياخد حاجته، يعني ان ما كانش هو نفسه اقوى منه. يبقى مين الاقوى؟ انا ولا الشيطان؟ الشيطان ذل الراجل ده طول عمره، انا خرجته بكلمه، يبقى مين الاقوى؟ فمين المسيح عايز يقول لهم ايه؟ انا الاقوى، بدليل اني بكلمه قدرت اخرج الشيطان. وبعدين قال لهم بقى خلوا بالكم، انتوا بتقولوا ان معاه روح نجس او معاه روح شرير بعد زبور. اوعوا بقى من القصه دي عشان التجديف على الروح القدس لا يغفر له. كان شرح لنا البابا شنوده كذا مره ان كلمه تجديف على الروح القدس مش معناها ان الواحد يقول كلمه وحشه على الروح القدس، معناها الانسان يرفض عمل الروح القدس لحد اخر لحظه في حياته. هو عمل الروح القدس ايه؟ يخلينا نتوب. الروح القدس شغال جوايا طول النهار عمال يقول لي توب، اتغير، ما ينفعش، ما يصحش اللي انت بتعمله ده، انت ابن ربنا، خساره تضيع منك السماء. الروح القدس شغال جوايا طول النهار عمال يبكتني. لو انا رفضت عمل الروح القدس لحد اخر لحظه في عمري يبقى هموت مش تايب، يبقى خطيتي مش هتتغفر لي، لا دلوقتي لاني تبت ولا بعدين لان مت مش تايب. فهمتوا يعني كلمه التجديف على الروح القدس؟ مش معناه الواحد يغلط في الروح القدس، معناها ان الواحد يرفض عمل الروح القدس لحد اخر حياته فيموت مش تايب، فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآتي. بعدين المسيح يحذرنا من حاجة تانية، قال لنا خلي بالكم بقى من كلامكم. انتوا بمنتهى البساطة كده قلتوا عليا ان انا جوايا شيطان،
وبمنتهى البساطة اتهمت الروح القدس إن روح بعلزبول رئيس الشياطين. لا، خلي بالكم من كلامكم. ليه يا رب؟ يقول لنا لأن كل كلمة بطالة يقولها الإنسان يعطي عنها حسابا في يوم الدينونة، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. كل مشاكلنا اللي حصلت لنا في حياتنا بسبب إن إحنا قلنا كلام مش مظبوط. راجعوا كده كل حياتنا، كل مشاكلنا اللي حصلت سبب إيه؟ في موقف معين قلنا كلام ما يصحش يتقال، أو غلط، أو مش بتاع الموقف ده، أو كلام زيادة، أو في إهانة لغيرنا، أو في عدم احترام لغيرنا. كل مشاكلنا هتلاقيها بسبب البتاع اللي جوه بقنا ده، اللسان اللي جوه بقنا ده، اللي قال عنه القديس يعقوب سم مميت، وقال عنه برضه القديس يعقوب نار لا تطفأ تضرب من جهنم، يعني حتة من جهنم موجودة جوه بقنا. بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. وقال لنا برضو ازاي نفس الينبوع اللي يطلع ميه حلوه يطلع ميه وحشه، ازاي لسانك تمجد الله، وازاي بلسانك تلعن الناس اللي مخلوقين على صورة الله. كل مشكلتنا في البتاع الطويل اللي موجود جوه بقنا ده. عشان كده ضابط شفتيه حكيم، زي ما الانجيل قال، اللي يعرف يتحكم في لسانه ده يبقى انسان حكيم. كل حكمة الانسان تبتدي من كلامه. ركزوا بقى في الآية دي، احفظوها. كل كلمة بطالة يقول الإنسان يعطون عنها حسابا في يوم الدين. مفيش كلمة هتعدي قلناها طول عمرنا ربنا مش يقول لنا قلتها ليه، سواء بقى قلناها في السر أو قلناها في العلانية، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. بعدين يقول حاجة تانية المسيح، يقول لنا اوعوا تفتكروا ان الكلام ده ما بيعبرش عن اللي في القلب. يقول لنا كده لأنه من الثمرة تعرف الشجرة. أنا ازاي أعرفك؟ من كلامك. على رأي أحد الحكماء مرة لما قال تكلم حتى أراك، يعني اتكلم عشان أشوفك. معناها إيه؟ إن مش هقدر أعرفك على حقيقتك غير لما أسمعك. أول ما أسمع أنت بتقول إيه خلاص هفهم أنت مين وبتفكر إزاي. تكلم حتى أراك يعني. من الثمرة تعرف الشجر. عشان كان عندنا كده حاجة غريبة قوي موجودة في مجتمعنا المصري، معرفش جبناها منين. يقول لك يا ابونا فلان ده قلبه أبيض، لسانه طول النهار شتايم وقلة أدب وألفاظ يعني ما تصحش، بس الناس كلها تقول لك إيه؟ لا بس قلبه أبيض. ما هو لو القلب أبيض هيبقى اللسان كمان إيه؟ هيبقى أبيض، مش هينفع يبقى أسود. يجيب أسود منين؟ مش كده؟ فالمسيح النهارده قال لنا من فيض القلب يتكلم. عارفين يعني ايه من فيض القلب يتكلم اللسان؟ يعني لو عندي كوبايه وبملاها ميه لحد اخرها هتفيض ايه؟ هتفيض ميه ولا حاجه تانية؟ يعني لما تميل الاخر لحد ما تفيض ايه؟ هتنزل عصير قصب، هتنزل ميه، هتنزل اللي انا بملاها بيه، مش كده؟ فمن فيض القلب يعني امتلاء القلب يطلع فين؟ على اللسان. فلو قلبه ابيض يبقى الفاظه بيضه. انما احنا واخدين الموضوع بسهوله طول النهار شتايم، وبناخد الشتايم على انها هزار، مش كده؟ حتى لما نيجي نهزر مع اولادنا الصغيرين ولا مع اصحابنا كلام كله شتيمه شتيمه شتيمه. حبيبي بتشتم ليه؟ يا ابونا بنهزر. حبيبي بتشتم ليه يا ابونا؟ ده كلام بس كده. انما القلب من جوه مليان محبه يعني. القلب الابيض يطلع الفاظ بيضه، مش كده؟ من فيض القلب يتكلم اللسان لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. يبقى نركز احنا بنقول ايه، علشان اللي بنقوله ما بيتنسيش لا قدام ربنا ولا قدام الناس. تاني، اللي بنقوله ما بيتنسيش لا قدام ربنا ولا قدام الناس. الناس مش هتنسى اللي قلته لها، وربنا يحاسبك على كل كلمة بطالة اتقالت، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. لأن كل كلمة بطالة يقول الإنسان يعطي عنها حسابا في يوم الدين. والكلام ما بيتنسيش. ممكن تقضي سنين علشان تشيل أثر كلمة وما تعرفش. ونصيحة يعني، مش كل كلمة أنا آسف هتحل الكلام اللي اتقال قبلها. في كلام الأسف يشفهوش،
وبالذات الكلام اللي بيجرح. الكلام اللي بيجرح للأسف ما بيعالجوش، ده محتاج بقى الزمن يعالجه، محتاج روح ربنا يشتغل جوه القلب لحد ما يعالجه. لكن تيجي مثلا تهين إنسان في كرامته، ولا تقول له كلمة بايخة، ولا تسوق سمعته، ولا تقول كلمة تجرحه، وبعدين تقول له أنا آسف، ولما تلاقيه لسه زعلان تقول له إيه يا أخي مش أنا قلت لك أنا آسف؟ لا، كلمة أنا آسف دي ساعات ما بتعالجش. زي بالظبط لما تضرب واحد بسكينة تفتح له بطنه وبعدين تقول له معلش أنا آسف هي جت فيك سامحني. طب كلمة آسف مش هتعالجه، هيموت برضه. فخلي بالك لأن كل كلمة بتطلع ممكن تجرح. خطية القتل مش القتل بسكينة ومسدس، ممكن القتل بالكلمة، مش كده؟ ممكن تقتل إنسان بكلمة، ممكن تدمر سمعة إنسان بكلمة، ممكن تدمر نفسية بني آدم بكلمة. ممكن زوج كده يهزر مع مراته ولا في وقت غضب يقول لها كلمة يدمر نفسيتها بقية عمرها، وتقعد سنين مش قادرة تنسى ولا تسامح الكلمة اللي اتقالت. خلي بالكم، ركزوا احنا بنقول ايه، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. ربنا يدينا كلنا حكمة في الكلام. بنصلي دايما نقول يا رب اعطيني حكمة عند افتتاح الفم. ربنا يملانا كلنا بروح الحكمة. لإلهنا المجد الدائم إلى أبد الآبدين كلها آمين.